ومقهور بالسيف عنادي هذا بسام الله وذاك كربلاء هذا بسام الله وبطوس ذاك وذاك فيه بغدادي لكن أقول يا بقية الله لا يوم كيوم الحسين. ولذلك المؤمن لما يقرأ في زيارة الناحية قول الإمام للحجة يقول يا جيد ولأن أخرتني الدموع وحالني عنك القدر المغفور لأبكينك صباحا ومساء وبدل الدموع نمام. يا ذا يقول الرواة أحد المراجع يرى إمامنا الحجة في الرؤيا يبكي بكاء شديدا. قال سيدي إن بكاءك تبكي على مصيبة جدك أمير المؤمنين. قال لو كان جدي علي حاضرا لبكى على تلك المصيبة. سيدي قال أبكي لما حرقوا الخيام وقالوا فلتخرج فخر المخدرات زينب. أعتذر منك مولاي يا صاحب الزمان الذي رسال أعتذر منكم والله يصيحون وحالي
المنسوب بالتل الزينبي، وتصعد زينب على أعلى التل وتصيح ثلاث: يا ابنهم حرقوا خيامنا، يا ابنهم سلبوا رحالنا. يقول انحدرت من أعلى التل قلنا أخويا نرشد عايشة بعز من الرجالة. وفعلا زينب الحسين أبي الفضل العباس ما فارقوها يوما من الأيام. جلد عايشة بعز من الرجالة. خويا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عنا وعن الحاضرين الجالسين السامعين فردا فردا، وعن العراق يا الله وسائر البلدان الإسلامية المستضعفة، عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم احفظ العراق وأهل العراق وسائر البلدان الإسلامية. اللهم انصر وسدد وأيد العاملين في العراق والمدافعين عليه، سيما الحشد الشعبي. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا يسيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم عجل لوليك الفرج، صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم نقسم عليك بغيبة إمامنا صاحب العصر والزمان، من على مرضانا بالصحة وتمام العافية يا الله. مرضاكم فردا فردا من الرجال والنساء في البيوت والمستشفيات من أوصوني بالدعاء. اللهم من على المرضى بتمام العافية يا الله. اقض حوائج المحتاجين، يسر أمور المؤمنين، فرج هم المهمومين. إلهي كرامة لأم البنين يا الله. اللهم من أوصاني بالدعاء من المؤمنين والمؤمنات ارزقهم بذرية صالحة يا الله.
الجالسين السامعين إله وفقهم إلى كل خير، أمواتهم أموات الحاضرين ومن أوصونا بالدعاء، السادة العلماء الشهداء السعداء خدمة الحسين قاطبة، بلغ اللهم الجميع ثواب الخير.